بنت يا اختي معاكي ولد ومعاكي بنات ينفع تحكي في التليفون مع حد غير زوجك او غير اللي محرم عليك؟ يا رجاله يا سياسات خدوا التليفونات من الحريمات. فعلا قلة ذوق، قلة ذوق، ناس تغلط. مش معنى انا لما بدخل مثلا لما بلاقي والله العظيم يا محمد بدخل لايفات. يعني انت مطلعه دلوقتي طالعه لايف ليه؟ طيب لما هو شيبوب غيران عليك يا شيبوب، ملك الشيبوب، بيخش اي لايف شيبوب اي حد عنده كومنتات شيباب غيران، وسايب الواد اللي على الجست دوت بيعمل اللي هو عايزه. يعني هو سايب الواد اللي على الجست ما يقدرش يفتح بقه، كسر عينيها بالدولارات، طالع بالدولارات يا جدعان، طب ما تنام يا صرف الدولارات. بص اللي على الجست بيعمل اي حاجه ليه؟ بيحط الدولارات، بيحط مثلا 100 دولار 200 دولار، فشيبوب يفضل يخدم مع الجست. الواد بيقول لها بسم الله ما شاء الله عليكي، قلب الدنيا اللي على الجست. بص شيبوب خدام مطيع. انت شيبوب ركبته الطياره يلا بس عارف. ايوه ماشي. انا اما يتسجل اللايف وندعس عليكم ما تجيش تعيطوا بعد كده، عشان اللايف دوت منصه عامه، لما تخشوا تتحكموا فيها واحد يغير عليك لا يا حبيبتي خش برايفت في حاجه اسمها برايفت، اعملوا اللي انتوا عايزينه على البرايفت. واخد بالك التفاصيل والتكات كله على البرايفت، يعني واخد بالك يا مره؟ او ممكن يكونوا فريق مع بعض الله اعلم. ممكن صح، داخلين كده يرازوا في الناس. ايوه يرازوا في الناس. انت عايزه الجست بس هو اللي يظبط كلامه، لكن الناس تقول لك صباح الخير اي كلمه. انا بني ادم. بص بنت المرأة الصراحة الناس بتخش كده ايه السلام عليكم يا عمنا ده 5 اكونتات، وحياة امك يا شيبوب لفشخ خالك النهارده. امان غازي من البحر. تعال نشوف المرة دي. والله العظيم عندكم فراغ مش فاهم انا ملخص الموضوع. انت بتتجوز وتجيب شقة وتصرف ويطلع عين اهلك، وبعد كده تفتح لايف متدعم في الجست وبتاع وتصاحب واحد بمنتهى البلاش. احنا مثلا لو بنعمل حاجة مثلا تروح تتجوز ب1,000,000 مش عاجباكوا وب2 مليون وتفضل تكتب في قايمة وتفضل توجع في قلبك والقصة دي كلها، يعني وعلى طول الدعم يخش يلخص على طول. بص اهو مطلع جست وبتدردش معاه. بص اهو كلام راح ويهزر. مش عارفين مش لاقيين كلام نقوله. انا بص بيقول ايه؟ مش عارف مش لاقيين كلام يقولوا. الحب والرومانسيه على الجست وصح وبتاع. انت تقبل حد يكلم امك ولا اختك ولا اي حد من قرايبك؟ في بنات اهو عايز اقول لك يا محمد، بص يا محمد بتدخل تضايقني بس معلش مش بتضايق، يعني معلش ولا كان اللي يضايقني. يا محمد كل ده يعني وما غرمش ولا اي حاجه، ولا مليون ولا نص مليون ولا ربع مليون ولا 8 مليون، كله بالتكنولوجيا. بص اهو بيتحذف اكيد طبعا وترد له فولو باك وبتاع، ويبقى راجل يعني دافع دم قلبه، وتطلع تقول لك ايه يغور كل ده. ايوه تطلع تشتكي يا باشا في محكمه الاسره عشان ما بيصرفش، لكن محمد ياخد كل المميزات ببلاش من غير ما يطلع الجنيهين. معلش شيبو معلش بس شيبو دلع الشباب، كلم شيبو كلم محمد وتروق على الناس. انا اقصد يعني هم امال ولو كلمت اي حد من الرجاله ديت وقلت لهم تطلع اختك ولا امك ولا اي حد من قرايبك ولا مراتك ولا كده، يرفض على طول يقول لك ولا اسكت يا اللي انت بتقوله يا حيوان ده. امال ده العاشق بقى يا جدعان، العاشق عاشق المرأة. بص ولا اي حاجه ولا اي تكاليف، تديله ادمن وتروق عليه وعمال يقول لها يلا بينا، والزوج يعني المغفل ليه مش موجود. كل يوم بلبس في حوار. بص دلع نفسك، ده الادمن غيران عليها ابن المرأة من اي كومنت، وقعد يقول لها انت صباح الفل صباح القمر، مش عايز اتكلم حتى، ما تديها دي يا ابن المرأة 10,000 جنيه وتصرف طول الشهر. لا مش هيديها فلوس وهياخدها ببلاش، والزوج المغفل هيدفع نور وكهرباء وميه وغاز وهيدي المصروف، وهيتقال له يغور كل ده لو التمن اللي ترضى. امال ده يستمتع والزوج التاني يشتغل ويسافر ويتغرب وهي تظبط وتروق على حالها. امال اصحابها باللف اخوات يا جدعان، محدش يفهمها غلط. بص اهو جربوع. الست من دول يا تملى دماغها بالكلام يا تملى عينيها بالفلوس، وانت ولدان لا فنجري بق ولا حيلتك اللابه، هتستحملك على ايه؟